صاحب هم، كل صاحب كربة، كل صاحب ضيقة، كل صاحب حاجة، كل صاحب طلب. الآن تعال شاركنا وتفكر معنا وتدبر معنا عن عظمة الله جل جلاله وعظم سلطانه. تعرفون مشايخ متى صاحب الدين ومتى صاحب الهم ومتى صاحب المرض والكربة والعسر متى تعب؟ لما عظمت كربته وهمه وعسره سامحوني طغت على عظمة الله في قلبه. وإلا عظمة هذه الأمور وهذه الحوائج لو دخلت القلب ووجدت عظمة الله جل جلاله هي المهيمنة لصغر كل هم في عينيه وفي قلبه، لا قل كل دين أمام عين قلبه وأمام عين بصره، لعرف أن عظمة الله أعظم من كل كربة، عظمة الله أعظم من كل دين، عظمة الله أعظم من كل عسر، عظمة الله أعظم من كل مرض، عظمة الله أعظم من كل حاجة. الله عظيم في ذاته سبحانه جل جلاله، عظيم يفعل بقدرته ما يحتاج أحد من خلقه. الله يبين لنا وهو العلي العظيم على كل الحوائج وعلى كل الخلق وعلى كل الأحوال، فلا علي ولا أعلى أمام الله جل جلاله، فلا عظيم ولا أعظم أمام الله جل جلاله. ما في مرض عظيم، ما في كربة عظيمة، ما في دين عظيم، ما في حاجة عظيمة إذا أنزلتها أمام عظمة الله جل جلاله وعظم سلطانه. الله جل جلاله يبين لنا يقول فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجعلوها في الركوع. يا الله تعرف كيف يا شيخ؟ ما قال فاجعلوها في القيام، قال فاجعلوها في الركوع حتى يصاحب ركوعك كأنك تركع أمام عظمة لا عظمة أمامها، وكأنك تقول يا عظيم يا من ركعت له هون علي كل شيء أقلقني، كل شيء أحزنني، كل حاجة أرقتني. كأنك تبين يا الله أنا بركوعي لا أرى عظيم غيرك سبحانه جل جلاله. وبعدين جاءت في الركوع ما جاءت في السجود. عارف ليش يا شيخ؟ مساعد المشاهدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مقام قرب. الآن بعد الركوع أنت في موعد مع قرب أمام الله جل جلاله، أمام مالك خزائن كل شيء، أمام من سيقضي حاجتك. فإذا تريد تدخل في هذا المقام بهذا القرب دخول صحيح تبدأ تدخل بالتعظيم، تركع قبلها وتعظمه. لا تهوي إلى هذا المقام مقام القرب وفي عظمة غيره في قلبك. أخرج كل عظمة، عظمة مال، عظمة منصب، عظمة حسب، عظمة نسب، عظمة مناصب، أهل مناصب، أخرج كل عظمة. ادخل بعظمة الله جل جلاله في سجودك حتى تعرف معنى هذا القرب اللي قال لك جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله بسبب كثير من الناس سامحوني ما سمع عن عظمة الله كثيرا ولا تدبر في عظمة الله كثيرا، أصبح يرى إجابة الواسطة له أقرب من إجابة الله له، إجابة أهل المناصب له أقرب من إجابة الله له، إجابة قوته وأمواله وحسبه ونسبه له أقرب من إجابة الله له. لكن لو جلس مثل هذا المجلس الذي تسببتم لنا فيه ولأجل أن ينتشر في كل بيت وفي كل مكان، أن يتدبر دائما عظمة الله الذي لا يعجزه شيء، الذي لا يحتاج إلى شيء، الذي لا يختلف عليه شيء، لا يعجزه شيء لأنه عظيم فوق كل شيء. فكل الأمراض ما تعجز الله، ما في مرض يعني سهل وصعب أمام الله، فسهل مناسب يعني نستغني بالطبيب عن الله، أما الصعب لا نذهب إلى الله. لا لا لا، الله تعالى جل جلاله ليس مخرج طوارئ إذا أقفلت كل الأبواب نبدأ يعني ندق آخر باب الطوارئ. لا لا، الله جل جلاله هو أول باب ندخل عليه في قضاء حوائجنا سبحانه جل جلاله. ما في أمامه مرض صعب ومرض سهل، دين صعب دين سهل، حاجة كبيرة حاجة صغيرة. لا لا، قال لا يعجزه شيء، شيء نكرة، لا يعجزه شيء، لا يحتاج إلى شيء، ما احتاج غيره في خلق سماوات وأراضين وجبال وبحار، يحتاج غيره في قضاء ديني ودينك وعسري وعسرك ومرضي ومرضك، والله ما يحتاج غيره. أنا وأنت مأمورين ببذل السبب، هو تعالى جل جلاله أن يحتاج للسبب سبحانه جل جلاله. نحن فقدنا الأسباب، هو لا يحتاج لوجود الأسباب حتى يعطينا. نحن وجدنا الأسباب، هو لا تزيده الأسباب حتى يعطينا. أسبابنا قليلة كثيرة قوية ضعيفة، هذا مكان الاختبار والامتحان. أما الله عظيم لا يحتاج غيره جل جلاله.